بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا نعرف يعني ايه ادمن بريفرنسز. تعال نروح على برنامج بريمافيرا. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل اللي عليك هتيجي هنا على ادمن بريفرنسز. اول حاجه جت لنا ايه هي؟ بيقول لك كود سيبريتور. ايه هو الكود سيبريتور ده؟ صلى على النبي. هو الكود هنا دوت. تعال اما اشرحها لك عشان تفهم. كل اللي عليك هنا طبعا المره اللي فاتت لما احنا عملنا، لما قلت لك لو انت نسيت الباسورد وكده وعملنا ده كده، هي كريتنا معنا صح داتابيز من اول وجديد. هتيجي هنا لو مش ظاهره عندك انتربرايز بروجكت، هتفتح لك يعني مثلا دي لو مقفوله من عندك هنا كده انتربرايز بروجكت ظهرت معانا. هتيجي هنا في هنا علامه اد هنا على اليمين فوق، او ممكن مثلا تعمل انسيرت من الكيبورد. ظهرت لي هنا ايا يكن مكانها، اعمل فينيش، هي ظهرت عندي هنا. طب وليكن مثلا ظهرت عندي هنا، هتلاقي اسمها نيو كذا كذا كذا، اضغط لي عليها واعمل اوبن بروجكت. جميل. صلى على النبي. هتيجي هنا على انتربرايز، عفوا على بروجكت دبليو بي اس. شوفت هنا هتيجي لي هنا بقى تروح اعمل لي ايه؟ اد. اعمل لي اد كمان، اد كمان، اد كمان، اد كمان، اد كمان، اد. ماشي. شفت انت الدوت ديت؟ تعال هنا على ادمن بريفرنسز. انا هغيرها، بدل ما هي دوت هخليها مثلا زيرو. خليها زيرو. ماشي. وعمل كلوز. اصبر. ما تغيرش حاجه، ما اكيد مش هتغير حاجه. هتيجي هنا تاني على بروجكت، هتيجي مثلا على انتربرايز اللي فوق دي، تعلم عليها فوق هنا كده وتضغط على انسيرت. عملت لي انسيرت هنا تاني، بيقول لك كرييت نيو بروجكت، اعمل فينيش ان يكن اسمه ايه. هتيجي هنا تعمل اوبن بروجكت. موضوع سهل جدا يعني، سهل ان شاء الله وبسيط. راح فتح لي هنا الاكتف. لو رحت انا هنا على الدبليو اس بتاعته ما هلاقيش فيها حاجه، هتروح انت ضغط هنا على العلامه اللي هي بلس اسمها اد على اليمين هنا اهي، او انسيرت. اعمل 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 اعمل. شوف اتغيرت ازاي؟ بقت 1010101. انت مش شايفها او مش فاهمها، هنعيدها تاني. شوفت الزيرو واحد ده هخليه حرف الاي مثلا، اي كابيتال، واعمل كلوز. تعالى هنا تاني على بروجكت، سيب الاكتيفيتي. تعالى نقفلها برضك عشان تبقى تتعلم ازاي تفتحها. واقفل الدبليو بي سي، دبليو بي اس عفوا. البروجكت اقفل هنا على اول واحده اللي هي ايه؟ انتربرايز. تعمل اد، اعمل فينيش. هتيجي هنا تعمل اوبن بروجكت. انا ما يهمنيش اوبن بروجكت حد خالص دلوقتي. ظهرت لي الاكتيفيتي، واخد بالك؟ دي الاكتيفيتي بتاعتي. طيب هتيجي هنا اللهم صل على محمد على بروجكت، تعمل دبليو بي اس. جات لي الدبليو بي اس، هتعمل اد، اعمل اد، اعمل اد، اعمل اد، اعمل اد، اعمل اد. بقت 2 A 1 A 2 A، وهكذا تتكرر معانا. مثلا ممكن ندخل ايه، طلع دي بره كده سنه كده، طلعها برضو كده، هكذا. بقت 2 A هكذا. واخد بالك ان هي بقت حرف الاي ده هو اللي بيفرق فيها، يعني الاي ده هو بقى السيبريتور بتاعنا. طيب جميل. تعالى هنا على ادمن بريفرنسز تاني، هخلي السيبريتور دوت. جميل. طيب بقول لك هنا ستارتنج داي اوف ويك، عاوز ايام الاسبوع تبدا بانهي يوم. هنا موجود ساتردي، انت عايز تعمله ماندي الاثنين مفيش مشكله، عايز تعمله ساندي لحد مفيش مشكله، خليه وليكن ساندي لحد. طيب بقول لك اكتيف ديوريشن، الديفولت بتاع الاكتيفيتي بتاعتك 5 ايام. كلوز. هنا 5 ايام هنا اهي، اعمل كلوز. تعال هنا كده على الاكتيفيتي الديوريشن. اللهم صل على سيدنا محمد. هتيجي هنا كده في الاكتيفيتي، اعمل بس اضغط لهنا، راح عامل لي هنا 5 فينيش. اوريجن ديوريشن 5. ركز على انا هعمله تاني. ادمن بريفرنسز، بدل 5 دي هخليها مثلا 12 واعمل كلوز. الموضوع سهل جدا، سهل فوق ما انت تتخيل. كلوز. هروح اعمل اد، بقت 12 اهي، اعمل فينيش، بقت 12. واخد بالك؟ الديوريشن بتاعك 12، والريميننج برضو حاجات ايه مش عايزك تفكر فيها، كل عايزك بس تلاقي 12 دي. ماشي. لو مش ظاهره معاك هتيجي هنا على كولومز، تضغط عليها وتروح هنا بس اللهم صل على محمد. انا مش عايز ادخلك في حاجات، سيبك منها، انت شايفها معايا خلاص، ولا اقول لك تعالى نجيبها. كولومز فايند، وليكن مثلا هتكتب هنا duration مثلا، بقول لك هنا duration وتعمل نيكست. هيبدا هو ايه يدور لك عليها نيكست. في اكشن duration هنا ايه. جميل. طبعا اكتف اسمحت فين اوريجين duration برضو هتلاقيها، ممكن ندخل هنا اكتف duration واعمل اوكي. هتلاقي الاكتف duration ظهرت لك هنا، راحت فين اهي، هنا اكتف duration
واخد بالك؟ يعني اكتف ديوريشن ظهرت معنا. نفس الفكره اللي عملتها في اكتف ديوريشن تقدر تعملها في الاوريجينال ديوريشن. كلهم بس انا قلت لك انك ازاي تظهرها، مش عايزك ايه تفكر في اي حاجه، احنا بس داخلين نتعلم ادمن بريفرنسز، ناخد فيها كام حاجه ونتعلمهم. ماشي. تعال هنا على ديت ليميتس. صلي على النبي. بقول لك هنا ديت ليميتس. ايه الليميتس ده؟ شفت الاو بي اس 3 ماكسيمم كذا 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 زي الفل. انا عايزك تركز في دي، وليكن مثلا هخليها 5 واعمل كلوز. انا جيت هنا على الاو بي اس كلوز، جميل زي الفل ما فيهاش اي مشكله. اعمل 5. تعال هنا انتربرايز او بي اس. كل اللي عليك ان هعمل اد فوق هنا، ادي 1 كمان اد، ادي 2. تعال ندخلها جوه بالاسهم ديت، ادي 3 ندخلها جوه كل مره، ادي 4 ندخلها كل مره، ادي 5 مش عايزه تدخل. 1 2 3 4 5، اخرها 5 بس ماكسيموم لما هي جات لك ايه ديت تايمز دي، يعني هي عباره عن ليفل، الليفلات دي مش عايزه تدخل. طيب اعمل كلوز. تعال هنا ادمن بريفرنسز، بدل 5 هنا بقول لك ايه عفوا داتا ليميتس، بقول لك الاو بي اس 3 ماكسيمم ليفلز، عايزه ايه يعني اقصى حاجه له ايه، بدل 5 هخليها 10 مثلا واعمل كلوز. الموضوع سهل جدا وبسيط. تيجي هنا على انتربرايز او بي اس، وليكن مثلا تعالى هنا شوف ده اتفعلت ازاي. اتفعلت ماشي. اد نعملها، اد نعملها، اد نعملها. حد هتفرق عن اللي فاهم من اللي مش فاهم. اد مش عايزه تعملها. لو جينا هنا نعيدهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 مش هتعمل لان هي الماكسيمم بتاعها 10 ليفلز. ماشي. هتبقى هنا ادمن بريفرنسز، يبقى نخليها الماكسيمم بتاعها 20 الليفل بتاعتها. واللي ينطبق على الاو بي اس ينطبق على الريسورسز، ينطبق على الاي بي اس والدبليو بي اس، ينطبق على كل دول. طيب اي دي لينس. ايه الاي دي لينس؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بص هتيجي هنا وليكن مثلا ماشي بعد هنا الدبليو بي اس ماشي، اي دي مثلا كذا، اخليه مثلا 5 كلمات. يعني هو تعالى نشوف انا عملت دلوقتي اي دي ماكسيمم ريسورسز، ده اسمها بروسيس دلوقتي، خليها 20 زي ما هي. تعالى هنا على الاو بي اس او بروجكت اي دي، تعالى على الدبليو بي اس خليها مثلا 10 كلمات كلوز. تيجي هنا على الدبليو بي اس، وليكن هنا هكريت واحد جديد، وليكن اخلي الاي دي بتاعه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هاجي اضيف واحد تاني مش هيرضى ينضاف، اللي انا عملت الاي دي بتاعه الماكسيم بتاعه 10 ارقام. اضغط انتر هنا كده، هنا برضو كده. الموضوع سهل جدا. تلاقي هنا مكتوبه هنا 0 1 2 3 4 5 6. دي هو واخد الاسم اللي فوق، يعني واخد الاسم اللي فوق اللي هو فوق على طول ان هو تابع ليه. يعني لو عملت هنا بالاسهم ديت، دي مش موضوعنا، انا موضوعنا الاي دي الكود بتاعه. واخد بالك ان الكود بتاعه الاي دي الكود بتاعه ايه من الصفر 1 2 3 4 5 6 هكذا لحد 10 بس. ادمن بريفرنسز، ادمن بريفرنسز اي دي لينسز، تعمل هنا 20 وهكذا. طيب تعالى ناخد كمان تايم بيريد بالمره. ايه هي الطيب بالنسبه للاي دي لينس اللي يطبق على الدبليو بي اس ينطبق على ده كله نفس الفكره. الداتا ليميتس اللي طبقت على الاو بي اس يطبق على ده كله نفس الفكره. طيب التايم بيريود، يعني ايه التايم بيريود؟ هنا بقول لك وليكن مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، اليوم في كام ساعه شغل؟ ساعه شغل، اليوم فيه 24 ساعه، ولكن عدد ساعات العمل. يبقى عدد ساعات العمل عندي في اليوم وليكن عايز اخليهم 10 ساعات. جميل. طب كام ساعه في الاسبوع؟ وليكن مثلا اخليهم مثلا 35 ساعه في الاسبوع، وليكن مثلا اللهم صل على محمد. طب بالنسبه للشهر وهكذا. طبعا اخلي زي ما هي كانت 40 ساعه ولا 41 ساعه، وهنا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد اخلي 8 ساعات بس وهكذا. طيب بقول لك هنا تايم بيريود كذا كذا كذا. بص صلى على النبي. دي الاختصارات. مينيت معموله حرف الام، اورز معموله حرف الاتش، دايز معموله حرف الدي، ييرز واي وهكذا. هي دي الفكره. طب ماشي، عشان مش هطول عليكم كده نكون خلصنا، وان شاء الله نشرح حاجه جديده المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا.